هي ان الاحداث والصفقات بتاعت النادي الاهلي حاجه تزهق، حاجه تخنق، حاجه يعني بصراحه طولت قوي وبواخت قوي والكلام كتير قوي بقى من يمين والشمال ومش عارفين يعني ايه الحقيقه من الباطل. ولكن انا هقول لك ايه الحقيقه من الباطل بعد ما تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. وبالنسبة إلى صفقات النادي الأهلي الجديدة كلام الأهلي جاب بن رمضان، الأهلي ما جابش بن رمضان. محمد علي بن رمضان مضى للأهلي، محمد علي بن رمضان ما مضاش للأهلي. محمد علي بن رمضان رفض وعايز عرض كبير، النادي بتاع محمد علي بن رمضان موافق على العرض. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه الحقيقه فين يعني؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه، ان هقول لك ايه التفاصيل اللي بتحصل وليه الكلام كتير قوي على الصفقه دي بالذات. صفقات الاهلي في الفتره اللي جايه، صفقات النادي الاهلي الجديده مرعبه، يعني هتبقى فيها كلام كتير ورايح وجاي، واللي بيتكلم الفلوس، ولكن في ناس بتخش في الصفقات عشان يعني يعطلوا الامور شويه. صفقه محمد علي بن رمضان كانت خلاص، يعني كانت شبه خلصت 99%. اتفقوا على تفاصيل الماديات 2 مليون و200 ألف دولار، اتفقوا على بنود العقد، اتفقوا على كل حاجة. جه الموضوع اتأجل، قعد يومين 2 3 4 5، قال لك ادونا فرصة يا جماعة. ليه؟ اتضح ان في كلام كتير حصل. اللاعب رغبته للنادي الاهلي، انا بقول لك اللاعب عاوز يلعب للنادي الاهلي. طب ايه قصة ان الموضوع متعطل؟ القصة ان في نادي بيراميدز دخل في الموضوع وعرض اكتر من 4.5 مليون دولار. طبعا بيراميدز ما بيفرقش معاه الملايين، يعني هو بيتكلم في الارقام بشكل عادي خيالي، ما عندوش مشكلة في اي حاجة. فبصراحة انا بقول لك بصراحة كده ان الارقام عندهم دي عادية جدا. الموضوع وصل لفين؟ طلبوا التأجيل كنادي، لكن اللاعب عاوز النادي الاهلي. اللاعب محتاج ان هو يلعب مع النادي الاهلي، عايز يلعب كاس عالم للانديه، عاوز يلعب مع فريق ياخد معاه بطولات كتير، ويعني يبقى بيحقق حاجه في تاريخه. المشكله ان النادي عمال يزايد في الفلوس، النادي المجري عمال يزايد فلوس ويروح ويرجع في الكلام. لكن انا اعتقد احساس بقول لك ان الصفقه مش هتتم، صفقه محمد علي بن رمضان مش هتتم. مش احباط على فكرة، ولا ان بقول كلام يعني يزعل حد، لا ده واقع. هي الصفقات كده، ده عرض وطلب، وموافق او مش موافق، اوكي او مش اوكي، خلص الموضوع او ما خلصش الموضوع. لكن انا بقول لك احساسي الصفقة دي مش هتتم، مفيش نصيب فيها تقريبا. ده غير ان التفاصيل بتاعة النادي الترجي في حالة غليان غير عادية في تونس وفي جماهير الترجي تحديدا. الدنيا قامت وما قعدتش، رافضين تماما فكرة ان اللعيب يلعب للنادي الاهلي المنافس التقليدي لنادي الترجي التونسي في بطولة افريقيا او في القارة عموما يعني، وخصوصا ان هو لسه واخد بطولة افريقيا من الترجي. ففي يعني ايه زي ما تقول كده حساسية شوية في الموضوع، ان ايه زي اهلي وزمالك كده، مع ان ده عصر احترافي يعني ما بقتش تفرق. طبعا احنا عندنا النجم التونسي علي معلول، وعندنا انيس بوجلبان قبل كده السابق، ويعني اتعاملنا مع لعيبة تونس، واي لعيب بيجي النادي الاهلي بيبقى مبسوط جدا وبيتعامل احسن معاملة. بالمناسبة احب ابارك لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر جاب هدف الفوز في اول مباراة ليه بعد اعلان الصفقة والمؤتمر بساعات. لعب المباراة جاب هدف، سبحان الله، توفيق من عند الله، كان هدف الفوز في نادي قطر القطري. احمد عبد القادر لعيب كبير يا جماعة بجد، موهبة، ده مش كلام غيرته، ده كلامي على طول، مش عشان هو دلوقتي بقى متألق ولسه في البداية يعني. ولكن لما اللاعب بيحط هدف في بداية مشواره مع فريق جديد
بتفرق معاه نفسيا جدا جدا جدا، عشان هيبقى في البدايه كده زي ما بيقولوا ايه، بدأ كبير يعني، فتحها من البدايه كده وبقى مبسوط. فدي هتفتح نفسه على المباريات اللي جايه، هيبدأ يعني يلعب بشكل وروح واحساس نفس مفتوحه يعني. هو هيلاقي نفسه هناك لان اللعب هناك سريع، اللعب هناك مفتوح، غير النادي الاهلي تقريبا، لان النادي الاهلي نادي كبير فبيبقوا واقفين متربصين قدام الاهلي بالدفاع والكلام ده، وهو كان كبير مع الاهلي ولكن كان لعبه غير جماعي. هناك هيلعب جماعي على فكره، وهيلعب فردي، وهيلعب كل حاجه لان هيبقى مفتوح معاه. وهو الحقيقه منطقته بيجيد اللعب فيها باليمين والشمال. هو راح اعاره، واعتقد انه هيتباع نهائي بعد الاعاره سنه، وهيحب الموضوع، ولكن اذا حب النادي الاهلي يرجعه فاكيد هيرجع، اكيد يعني. ولو اني شايف ان هو خلاص مستقبله كده فهيفتح ويتباع بيع نهائي. لكن موضوع بقى ان الصفقات، نرجع تاني للنادي الاهلي. صفقه اشرف داري الموضوع انتهى نهائي، خلص. اشرف داري اهلاوي. ايه اللي موقف الاعلان؟ مستنيين حاجتين. موضوع بيرسي تاو انتهى خلاص، ان هو مستقر ولازم يكمل مع الاهلي بالاجبار، لانه عقده فيه شرط جزائي $1,000,000، فالاهلي مش هيقدر يفسخ معاه دلوقتي. موضوع القندوسي، احمد القندوسي لاعب كبير يا جماعه، ولاعب منتخب الجزائر حقيقي، لاعب موهوب بجد بشكل كبير، ولكن هو مش على هوا كولر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو مش على هوا كولر، هو مش حبه او مش عايزه، مع ان اللعيب مكسر الدنيا في منتخب الجزائر في سيراميكا كليوباترا. صحيح هو خرج من كاس مصر، ولكن هو كلاعب مكسر الدنيا. بالمناسبة احب اقول لك ان حصل ان النادي سيراميكا كليوباترا طلب من الاستاذ محمد ابو العنين مالك النادي ان هو يقدم عرض كويس للنادي الاهلي عشان يعمل تمديد اعارة لاحمد القندوسي، ولكن اللاعب نفسه عاوز يرجع النادي الاهلي. هو رافض يمشي من الاهلي، وقال انا عاوز اجي النادي الاهلي، وجاي له عرض من شمال القطري. نادي الشمال القطري عايز احمد القندوسي، ومقدم له عرض $2,400,000، مبلغ جميل وقوي جدا. اللاعب نفسه رافض. ليه؟ الاهلي عايز اعاره، هو رافض، عايز يلعب للنادي الاهلي. يا اما تمشوني نهائي يا جماعه. وانا بقول لك ده حقه لان لعيب فعلا كبير، وما ينفعش ان هو يبقى بيحب الاهلي بالطريقه دي، وكولر يبقى مصر بالشكل ده ان هو برضه يسيبه بره بالطريقه دي. حاسس ان كولر عايز كل اللعيبه محترفين من بره غير اللي موجودين دلوقتي، ما اعرفش، غريبه يعني. الموضوع بقى صحيح، انت بقى عندك وينج شمال يحيى عطية الله، بقى علي معلول مش موجود، عايز تخلص بالرمضان بالعافيه، وهو الموضوع فيه بوخ قوي بصراحه. اشرف داري خلص، ولكن لسه مأجل الاعلان. اذا كنت انا بقول لك الاعلان هيتم بعد قليل او بعد يعني ايام بسيطه، لان خلاص نادي النيس الفرنسي هيعلن محمد عبد المنعم في لاعب فيه. مجرد ما هيتعلن ان محمد عبد المنعم انتهى واعلنه هناك، اعتقد انه هيتم الاعلان هنا على اشرف داري يعني. ولكن انا شايف ان الموضوع ملوش علاقه يعني، انت لو جبت اللعيب وهيتصور خلاص في النادي ويعلن الصفقه يعني، ف الموضوع شبه منتهي خلاص. اشرف داري مع يوسف منصور تقريبا خلاص، هو يعني هيبقوا الاثنين الدفاع الموجودين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مستمرين ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. فالنادي الاهلي لسه فيه 3-4 صفقات كمان على فكره بالمناسبه، وفيهم اجانب، فهوافيكم بكل اللي هيحصل في الموضوع. بس اتاكدوا ان انتم مشتركين، عشان اول ما يحصل اي خبر جديد او فيديو جديد ينزل يوصل لكم اشعار بالفيديو الجديد. ويا ريت اول ما تدخل في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل، عشان تساعدونا في الفترة اللي جاية ان احنا نستمر، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. واتمنى دايما الخير والتوفيق للجميع، وتحياتي ليكم. وسيبوا لي بقى تعليق حلو كده ان شاء الله على ذوقكم تحت الفيديو، عشان تقولوا لي رأيكم ايه في الصفقات النادي الاهلي الجديدة.
وهل الاهلي كده كويس ولا محتاج ايه في الفتره اللي جايه؟ اسيبكم دايما في امان الله وتحياتي ليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.